السلام عليكم، صباحكم الله بالخير. اليوم احنا في معسكر المهارات الكشفية بجوالة جامعة جيزان. اليوم ضمن البرنامج رحلة خلوية حيكون تنفيذها خارج المكان. المحل اللي حنروحه مرة روعة، حناخذ فيه ونستانس. خليكم معايا، تروحوا بعيد حنشوف وين رايحين وحنشوف احنا ايش نسوق. الحمد لله شرينا وتوفقنا الان. احنا حنخلص كم الطريق. والله كرب، والله لو هذيك كان جلست عضو ما دخلت مجلس. يلا كان يجي احضر البرنامج واروح. طيب دحين ايش بتروح تجهز؟ دحين موافق، اقول لك موافق. دفن الله يعينه، في كريكش نشتريه. الله يعين. هيا وترك اسيبك. طيب يلا الله يستر. تقول للناس اللي ذبحت لهم رحله موفقه ان شاء الله، والله يسر الطريق. واللي ما يجي بالادب يجي بالخشب. معلم. شكرا يا معلم، شكرا. الآن مكان الرحلة زي ما أنتم شايفين ورايا، هذه الواحة اللي حيكون فيها المعسكر وشغلنا اليوم. شوف الواحة كيف منظرها. هذا طبعا حق التغذية. طلال ايش حنغديهم اليوم؟ لحم. طيب حنشوف الرحلة ايش يصير فيها. الآن الفرق بدأت تأخذ أماكنها. الشباب بدأ يستعدوا. هناك حفر للميفا اللي هو الحنيد، وهذه الفرقة الثانية جالسين هناك مستكنين. حاضرت الباب بعدين اسم قفل من تحت. لا حتى لو الخواجي ما تسوي. طيب يا شباب انتم ما جالسون؟ والله نحفر لك قبر. صلى على النبي. صلح خير يا أخي. كيف الحنيد؟ انا لو بيدي بحفر لك قبر. ها انا لو بيدي احط قطعه في شمال السعوديه، وقطعه منك في جنوب السعوديه، وقطعه في شرقها، وقطعه في غربها. يا بنا وراسك في النص. عندك حب وولاء للمملكة يا أخي، ما شاء الله عليك. وراسك في النص. روح إن شاء الله، روح وتعال بسرعة. يلا الله يسلمك. يا طيب يا الحبيب، السلام عليكم. ايش عندك؟ تعال. لا يا اخي، الطماطم وده كله في بسرعه نبغى نسوي تتفيله وحركات. لا هنا كل اسمه هنا. عندك حساسية من ايش يا طيب؟ وإذا مطبوخ ما شاء الله تبارك الله. ندور لك علاج، نسوي لك دايت. الآن بدأ الشغل العميق. هشام والشباب الحلوين. طب امسك معي يا هشام. والله انا ما نعرف اسمك، بس يلا والقح ما تستاهل. الله يا مصعب، الله يعني جالس يقطع بضمير. هذه ما هو. لا عم شاف حقها الله يهديك. والله تطلع بالله جيب الصبر. يمكن شيء. طيب يعني قبل فلوس ما كنا داخلين في ناس ياكلون كل شيء. الآن وقت فترة الطبخ، الناس كلها جالسة تستعد. هنا الناس الحلوة الطيبة، الناس اللي هنا حق اللحم. ايش تبغى تقول الناس هنا؟ والله يفوتهم في كثير. يعني انتم مظبطين الوضع هنا؟ اكيد ما يحتاج، ما هو ناقص. طيب ضمان كم؟ ضمان 10 سنوات. انت بتاكل الحين وتنزله بعدين يا اخي، صل على النبي. طيب خلونا نشوف الناس. احنا طبعا الان فين؟ في العارضة صح؟ في العارضة طبعا. بحيرة السد الواحة. بحيرة السد الواحة. بحيرة السد والواحة حنعرف فين الواحة. نروح بحيرة السد الملقبة باسطنبول زي ما انتم شايفين. هذا المكان اللي مجهزاه البلدية. والله ماني عارف مين اللي مجهزه، بس روعة للناس اللي تبغى تيجي تسوي زيارة هنا، تنبسط هنا، يجوا حياهم الله. الآن حنروح نشوف الاستراحة اللي هم يقولوها، أو البحيرة عفوا. حنشوف البحيرة. خلونا نروح نشوف البحيرة بعدين نرجع للناس ونشوف يجهزوا لنا أكل وزي كذا. طبعا وصلنا للبحيرة اللي يقولوا عنها. هذه هي البحيرة زي ما انتم شايفين، يمدحوها طبعا خضرة ما شاء الله تبارك الله. هذه البحيرة من ورانا هنا قمة المتعة والإثارة. طبعا الشباب شوفوا هناك الخيل اللي هناك، الشباب جالسين هناك ومستكنين هناك وطبخوا هناك. طبعا هناك مجهز في من زاوية ثانية، البحيرة من مكان ثاني. طبعا الناس كلها تحب ايش؟ الناس كلها اللي هنا تحب الجهة الثانية اللي هناك. كل الناس اللي هنا تمدح الجهة الثانية، تقول لك أجمل وأخضر ما شاء الله تبارك الله. هي متساوية. تعالوا بحيرة السد بجازان في العارضة، لا تفوتوها. حياكم، تعالوا انبسطوا هنا. صدقوني أجواء هنا عالمية. شوف كيف
وهنا في حدائق ورانا. شوف هذه وراء في حديقة بكراسي بكل شيء مجهزة. تعالوا أنا عارف ايش شايفين، هذا حيكون نظافة بيئية بعد العصر حنسويها هنا، حننظف هذا المكان، الجوالة حينظفوا هذا المكان خدمة بيئية. وأتمنى الناس اللي تجي هنا تخلي المكان أحلى من مكان، لأن في غيركم حيجوا، المكان هذا لكم أنتم، استمتعوا بقدر ما تستطيعون، بس خلي المكان أجمل مما جيتوا، ضعوا بصمتكم في هذا المكان، ساهموا معانا ساهموا معانا. فلت استنى. لا حط، ايوه حطها كذا. ما باقي. فلت كله فلت. حطه تحت يا اخي. عنده جمع ليش هنا؟ ماشي علامة ما عليك منه، ماشي لو سمحت. لا زي الفل زي الفل. يا سلام شباب قصير ولا شيء؟ يا سلام وصل. من برنامج الشباب اليوم هي نظافة البيئة، حيلف ينظف البيئة. طبعا شوفوا قادتنا الحلوين هنا موجودين، طبعا هذول الشباب هناك ينظفوا. هذا قبل الختام، ختام اليوم. أنا الجوالة في مطل العارضة زي ما أنتم شايفين المدينة. هذول الشباب حيسووا برنامج للناس اللي هنا، حيسووا عروض للناس اللي هنا. الله يستر بس يمكن يجيبوا الغداء. السلام عليكم. الكرام وصلنا ختام رحلتنا، ان شاء الله انكم استانستوا وانبسطتوا. هذا الشباب الان يجمعوا وبعدها حيتوجهوا على الباصات. خلصنا رحله اليوم، استمتعنا فيها جدا، اشتغلنا انبسطنا سولفنا عملنا خدمه مجتمعيه. لو لخبطناكم في التسجيل سامحونا، واتمنى لكم يوم سعيد. شكرا لمتابعتكم ويا الخواجي لا تنسونا من لايك سبسكرايب، تابعوا جديدنا. السلام عليكم.